معكم اليوم. مرحبا بكم معايا في واحد الفيديو اخر جديد ان شاء الله. اللي عندوز معكم بسم الله في المقادير اللي عندي هنايا. اللي عندوز نحضر معكم الخبز، اللي غنعجن الخبز وقلت غنشاركها معكم اليوم. هاد الخبز ديال الزرع اللي كتجي صحيه. هاد الخبز هادي اللي عندوز بسم الله في المقادير اللي عندي هنايا الخميره على حسب دابا الجو بارد كنعملوا الخميره شويه زايده. عندي الملح، عندي واحد نص قطره صغيره ديال السكر. اللي غنحتاج هنايا عندي هاد السميده الفينه الناعمه. هاد السميده هادي عندي واحد 200 غرام ديال السميده اللي كنحتاج. عندي الماء 3 كيسان ديال الماء هنايا، الماء دافي. عندي الشوفان، هاد الخبز اللي عندوز مكرسها بديال الشوفان اللي كتجي صراحه رائعه بالشوفان هيدا مكرسه هاد الخبز. عندي هنايا طحين الزرع، ما عنديش طحين الفرص، غير طحين الزرع بوحده باش غنعجن هادي. زائد هاد 200 غرام ديال السميده. غندوزو بسم الله غنعمل بالماء 3 كيسان اللي عندي هنايا. هاد الخبز ما كتحتاج لا فليك لا والو. بسم الله خلط. من بعد ما كنخلط الخميره والملح والسكر نبقى نضيف عليهم هاد السميده اللي عندي. بعد ما كنخلطها مزيان هيدا دابا غنغطيها بابي فيلم وغنخليها ترتاح واحد 10 دقائق. هذا هو السر ديال هاد الخبز هادي. ما خصهاش يدلي، كنخليو السميده هادي تطلق مع بعضياتها حتى كتطلق هذيك الخيوط ديالها ماره، وعاد ندوز. المهم غنخليها 10 دقائق ترتاح. بعد 10 دقائق نتلاقاو ان شاء الله. اهلا. هي من بعد ما خليتها 10 دقائق حتى ارتاحت كيف كتشوفوا معايا، حتى كترتاح على خاطرتها هيدا 10 دقائق. دابا بسم الله غنبدا نضيف عليها الطحين ديال الزرع. معايا من بعد ما جمعتها دابا غنغطيها ونخليها تخمر تضاعف الحجم ديالها على حسب الجو. لكن الجو بارد راه كتعطل شويه. نغطيها كيف قلت لكم ونخليها ترتاح. اهلا السلام عليكم. هاي من بعد ما خمرت العجينه كيف كتشوفوا خمرت، يعني تضاعف الحجم ديالها على هذا الشكل هذا. بسم الله كتشوفوا معايا. من بعد ما قطعت العجينه ديالي على هذا الشكل هذا، انا عملتهم صغار، نتوما كيبقى لكم الاختيار، ولكن الصغار كيجيو زوين صراحه. دابا غنكرسها في الشوفان هنايا. غنكرسهم كاملين على هذا الشكل هذا. البنات كيف كتشوفوا معايا من بعد ما خمرت ليا العجينه ديالي الخبز، ها هي دابا شعلت الفران عندي سخون. غندوز باش نعملها في الفران. بسم الله هذا البنات. هي من بعد ما وجدت الخبز ديالي وطيبتها كيف كتشوفوا معايا، الخبز اللي عجنت ها هي كتجي صراحه زوينه. خبيزات الصغار هيدا كيجيو زوين رائعين، خص يعني بهاد الشوفان كيف كتشوفوا كلها كتجي صراحه زوينه. هاد الخبز بالشوفان هي كتجي زوينه وصحيه بالخص، يعني الفطور في الصباح، وكتجي هاد الخبيزات الصغار بحال الوحده لواحد كتجي زوينه. كنتمنى تعجبكم هاد الخبز اللي عجنت اليوم. من الاعجاب ديالكم وتجربوها ان شاء الله.